عمركم حسيتوا ان الدنيا ضلمة حواليكم؟ مشاكل، فتن، ضغوط وشبهات بتتسابق عشان توقعكم. ساعتها بتحسوا انكم محتاجين مكان تلجأوله، زي ما الفتية لجأوا للكهف. سورة الكهف مش مجرد قصص، دي مصباح ربنا بعتهولنا ينور لنا الطريق وسط العتمة، ويعلمنا ازاي نثبت ونعدي الفتن بسلام. بتعلمنا لما البلاء يشتد والهم يتقل، المؤمن محتاج عاصم يحميه، زي ما الفتية لقوا أمانهم في الكهف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن قراءة أول سورة الكهف بتحمي من فتنة الدجال، يعني السورة دي درع واقي من أعظم الفتن. في حديث بيأكد إن اللي يقرأ الكهف يوم الجمعة ربنا ينور له ما بين الجمعتين، كأنها مصباح يفضل منور حياتك طول الأسبوع. سورة الكهف مليانة قصص بتربي الإيمان، أهل الكهف وصبرهم، صاحب الجنتين وشكره، سيدنا موسى والخضر وصبره، وذو القرنين وعدله. أول السورة بدأت بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني القرآن هو أعظم نعمة، وهو الميزان اللي نقيس بيه أفكارنا وأفعالنا. بتعلمنا الدنيا فتنة، ربنا قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني الدنيا اختبار والزينة مش هدف، دي مجرد امتحان. الصبر والشكر، قصص سورة الكهف بتعلمنا إن المؤمن بيتعرض لامتحانين، ابتلاء الصبر وابتلاء الشكر، ولازم ينجح في الاتنين. الرفقة الصالحة والدعاء، الفتية ما كانوش لوحدهم، كانوا جماعة مؤمنة ودعوا ربهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فربنا استجاب لهم وزادهم هدى. وبتعلمنا سورة الكهف إن المؤمن ما ينفعش يخضع لظروفه، لكن لازم ينطلق ويدور على الحلول، لأن الفتية موقفوش من غير حركة ولا جهد ولا بذل. سورة الكهف مش مجرد آيات بنقرأها كل جمعة، دي مدرسة كاملة بتعلمنا ازاي نثبت وسط الفتن ونشوف الدنيا على حقيقتها ونلجأ لربنا في كل لحظة. اللي يمسك في نورها عمره ما يتوه، فخليها دايما رفيقك وخلي نورها ينور لك حياتك.